The courage to be disliked، أو شجاعة إنك تكون مكروه. وأنا بصراحة بحب كمان إن أنا أترجمها لفضيلة أن تكون مكروه. الكتاب دوت من أهم الكتب اللي أنا قرأتها، وفي الكام فيديو الجايين دول هكلمك عن 3 أفكار هم الأهم في الكتاب دوت، وهم الأهم في فلسفته كلها، وهم all of our problems are interpersonal problems, separation of tasks و courage to be free. والفيديو دوت أصلا فيديو مقدمة، ومش معنى ان الفيديو دوت مقدمه يبقى معناه ان هو مش مهم، لا بالعكس، انا هكلمك عن حاجه مهمه جدا هنحتاجها في ال3 فيديوهات اللي جايين كلهم، وهنحتاجها بالذات في الفيديو الاخير، وهي فكره The Courage to be Disliked، او اسم الكتاب بمعنى صح. هنتكلم عن ايه الفكره اصلا من اسم الكتاب. في ناس معانا على الكوكب بيبقى اهم حاجه عندهم في الحياه واكتر حاجه بتخوفهم في الحياه هي ان حد يكرههم. شخص ما في مكان ما قابلته في الاتوبيس وهو راجل كبير بس انا ما قمتلوش، فشكلي هيبقى عامل قدامه ازاي؟ وتفضل دماغه تجيب وتودي وتقول هو الراجل دوت كان شايفني ازاي، هو الراجل دوت ما بيحبنيش، هو الراجل دوت مش متقبلني كشخصيه ولا ايه. وفي نفس الوقت مثلا شخص تاني بيبقى معاه صحابه في الشغل او حد يعرفه في الشغل بيقول له ان هو عايز منه حاجه معينه، وبرغم ان صاحبنا دوت ما بيبقاش عنده اي وقت يعمل اي حاجه وعنده تاسكات قد كده متراكمه عليه، الا ان هو بيسيب كل اللي وراه وبيقوم يشوف اللي صاحبه عايزه وبيعمله له. ليه؟ علشان صاحبي يحبني، وعشان صاحبي ما يحسش ان انا متخاذل وان انا مش بساعده وان انا. مش بقولك ان انت غلط تساعد صاحبك او ان انت تقوم لحد كبير، بس بقولك ان التفكير وطريقه التفكير في الموضوع دوت بتختلف، وفي بعض طرق التفكير في الموضوع ده اللي بتخليه فعلا غلط. الكتاب بيحاول يوصل لفكره ان انت مش هتعرف تبسط الناس، مش هتعرف ترضي الناس، ولو عرفت تعمل كده هتبقى ما بترضيش نفسك او ما بتعيش حياتك اللي هي شخصيتك انت. ليه؟ لان مثلا خلينا نقول ان انا عملت كذا عشان هرضي فلان، ولبست كذا علشان هرضي علان، ومش عارف رحت المكان الفلاني علشان بابا ما يزعلش، وعملت كذا علشان ماما ما تتضايقش. فانت كده بتدفن نفسك وبتدفن شخصيتك وسلوكك وتصرفاتك اللي انت عايز تعملها تحت اراء الناس التانية. هتفضل طول حياتك عايش بتحاول ترضي في الناس، وفي اخر حياتك هتلاقي ان انت ما عشتش حياتك اصلا، انت عشت حياة الناس وتوقعات الناس اللي هم كانوا بانيينها عنك. عشان كده الكتاب ده مهم لفكرة ان انت محتاج تفك من ده وتعيش الحاجة اللي انت عايزها وتعمل الحاجة اللي انت عايزها بالطريقة اللي انت عايزها، سواء دي هترضي الناس او لا. وعشان كده الكاتب اصلا اختار اسم كوريج للكتاب، لان الفكره محتاجه شجاعه. انت مش محتاج ان انا هقول لك في الكتاب اعمل كذا وكذا وكذا فانت تقول لي اه يلا بينا نعمل وهنعمل وهنبقى زي الفل. لا، الموضوع محتاج فعلا كوريج زي ما هو مكتوب في الكتاب The courage to be disliked، فشجاعه ان انت تكون مكروه من حد، او ان انت تبقى عارف ان في مكان ما في زمان ما شخص ما انا قابلته وكان ليا تعامل معاه والشخص دوت مش بيحبني، او مش هنقول مش بيحبني، الشخص ده مش متقبلني، وانت من جواك مش متضايق ومش عايز تعمل حاجه عشان ترضي الشخص ده. ودي حاجه مهمه جدا، لان احنا اكيد عارفين ان احنا ممكن يكون في فلان او فلان او فلان مش عارف مش بيحبنا او كده، بس انت من جواك بتبقى نفسك ان انت تعمل اي حاجه عشان تخلي البني ادم دوت يحبك، وتخلي البني ادم دوت يشوف انت قد ايه جميل وقد ايه لذيذ وقد ايه شخص حبوب ومحتاج ان انت تتحب والحاجات دي. بس الكتاب بيعلمك ان انت لا، انا في شخص معين في حياتي بيكرهني، انا عارفه او مش عارفه، وانا مش هعمل له حاجه، هو ده شغلانته، هو قرر ان هو يكرهني براحته، قرر ان هو يحبني براحته. انا شخصيتي زي ما هي بعيوبها ومميزاتها. طبعا انت بتطور نفسك، دي مش حاجه غلط يعني، انت بتطور نفسك، بس مش بتطور نفسك عشان فلان، بتطور نفسك عشان نفسك. لو الطريقه اللي انت هتطور بيها نفسك دي اصلا مش هتعجب فلان، فانت ماشي فيها زي ما هي. خليني اقول لك ان بعض الحاجات اللي في الكتاب اصلا مش سهله، وبعض الحاجات اللي في الكتاب انا اصلا كمان مش مقتنع بيها او لسه ما فهمتهاش بشكل كافي، فما تاخدش مني المعلومات على اساس ان هي معلومات مسلمه او ان هي حاجات صحيحه جدا. بالعكس، انا عامل السلسله ديت لهدفين، الهدف الاول ان انا اشارك معاك الحاجه اللي انا عرفتها في الكتاب، وتاني حاجه ان انا لما اشرح الكتاب دوت لحد ممكن ده يساعدني اكتر ان انا افهمه. فانا لسه بحاول كمان ان انا اجيب الكتاب ورقي علشان اقراه، انا سمعته صوتي فقلت ايه اجرب ان انا اجيبه بالطريقتين صوتي وقراءه، واشوف لو في حاجه مختلفه هتعلمها في الموضوع ده. فانا لسه بقرا في الكتاب ولسه بتعلم عن الكتاب ولسه بتعلم عن فلسفه، عشان ديت فلسفه ادلر فلسفه مختلفه جدا عن فلسفه فرويد، فانا لسه بحاول ان انا افهم واجيب اللي انا فهمته، وبحاول ان انا اقول لك اللي انا فهمته. فانت برضو لو بتقرا الكتاب تبقى حاجه كويسه جدا، ما بتقراش الكتاب وبتسمع مني المعلومه فبرضو حاول ان انت تشغل دماغك وتفكر في المعلومه علشان ما تاخدش مني المعلومه على ان هي حاجه مسلم بيها وان انت لازم تعملها يعني. وبس.
وبس كده للنهارده، وخلينا بقى من الفيديو الجاي نبدأ ان احنا نتكلم عن النقطة الأولانية في الكتاب، وهي ان all problems are interpersonal problems. يعني كل المشاكل اللي موجودة في الكوكب، كل مشاكلك الشخصية وكل مشاكلك في أي حاجة، هي مشاكل في علاقاتك بالناس. استنوا الفيديو الجاي، وما تنساش طبعا تعمل لايك وتقولي لو انت مستني الفيديو الجاي ولا لأ، ولا مش عاجبك أصلا الفيديو دوت، وأشوفك الفيديو الجاي.